يا صباح الخيرات، يا صباح الحلويات. النهاردة معايا وصفة حلوة سريعة لذيذة وسهلة للناس اللي مش بتحب الرقاق ونفسها تاكل نفس طعم الرقاق بس بطريقة مختلفة أو طعم مختلف. في الأول جبت بصلاية كبيرة مفرية وحمرتها في معلقة سمنة كده يا دوب لونها يبقى ذهبي، وهنزل عليها بربع كيلو لحمة مفرومة. أظن وصفات العيد كلها لحمة لحد ما بعد العيد يحلها ربنا ونشوف هنعمل ايه. قلبت اللحمة المفرومة كويس على البصلاية، حطيت ملح، حطيت فلفل اسود، حطيت بهارات لحمة عشان يكون طعمها حلو. العصاج ده لو عايزة تضيفي عليه اي اضافات انت بتحبيها هو بيسمح، فلفل رومي، فلفل حامي، فلفل الوان، شوية مشروم، اي حاجة انت بتحبيها تقدري تضيفيها للعصاج، وخصوصا لما نكون هنعمله حشوة في معجنات. اللحمة استوت زي ما شفنا كده. هي لسه ما استوتش؟ طب معلش. اللحمه استوت اهي زي ما شفنا، وانا مش هضيف اليها اي فلفل عشان ولادي بيحبوا طعمها ساده. جبت ورقه جلاش حلوه كده، ودايما ورق الجلاش موجود عندنا في التلاجة. هاخد منه ورقتين ورقتين، هحط عليهم مسحه سمنه كده، ممكن تكون سمنه على زيت اهو. وهبدأ ان انا احط الحشوات بتاعتي. انا النهاردة بعمل بلحمة مفرومة وكمان هعمل بالجبنة. انا طبعا عشان يبقى في سمنة بين طبقتين الورقتين الجلاش حطيت الورقة تحت وهحط التانية عليها من فوق اهو. هو انا الوصفة دي بعملها دايما في العيد، حماتي بتحب الرقاق جدا وولادي ملهمش في اكل الرقاق، فبعمل لهم الوصفة دي بتبقى لذيذة وبتعجبهم جدا. ادي اللحمة المفرومة اللي عصجناها، ممكن اضيف مع اللحمة المفرومة اي نوع جبنة بيحبوه، سواء شيدر، سواء جبنة رومي، سواء جبنة موتزاريلا، اللي يعجبك. وممكن يبقى لحمة مفرومة سادة، وممكن يكون جبن سادة. انا النهاردة عملت جزء لحمة مفرومة سادة وجزء جبن سادة وجزء خليط لحمة مفرومة مع جبن. الحقيقة التلات اطعمة كانوا حلوين جدا، ويعني كانوا مميزين بصراحة. حتى كان عندي ضيوف على الغدا بقوا يسألوا ده معمول ازاي وبايه. الحمد لله، يعني تقريبا انا نفسي في الاكل حلو، فكل ما بعمل حاجة بتعجب ضيوفي وبتعجب ولادي. وده تقريبا لان الحمد لله سببين: اول سبب بعمل الاكل بحب جدا، تاني سبب ان الحمد لله فضل من ربنا عليا، وده اول واخر سبب، ان ربنا بيحسن ما بين ايديا بفضل دعواتكم والحمد لله. طيب زي ما اتفقنا، انا عملت لحمة مفرومة سادة وعملت بالجبنة وعملت جبنة ولحمة مفرومة ميكس مع بعض. بستخدم جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر مبشور. الجبنة الشيدر مبشور بتعزز المطة بتاعة الجبنة الموتزاريلا. طبعا هتقولي لي الحاجات دي مكلفة، هقولك انه الواحد بيبقى عامل حسابه في العيد ان احتمال يبقى عنده ضيوف او كده، فبيبقى مظبط الميزانية يعني. فهنا حطيت جبنة موتزاريلا، انا بعت جبت شيدر بس وبقية الحاجات كانت عندي الصراحة. انا دايما الشيف محمود جايب لي جبنة موتزاريلا، عارفني بحب المعجنات قوي، فطول الوقت عندي جبنة موتزاريلا في التلاجة والحمد لله فضل من ربنا علينا. طيب، عملنا الصينية، رصينا كله كده، هنبدأ بقى نشوف الإضافات الأخيرة اللي احنا هنعملها. ادي الصينية بتاعتنا. اول حاجة هجيب بولة فيها كده معلقتين سمنة سايحين، وممكن تبقى سمنة وزبدة او سمنة وزيت او سمنة بس او زيت بس او زبدة بس، whatever، كل واحد بيعمل الحاجة اللي تريحه واللي في متناول ايده. بعدين جبت نص يعني زي فنجان لبن كده وعليه بضاية، قلبتهم كويس قوي، عليهم شوية ملح وفلفل اسمر. وبعد ما قلبتهم كويس بدأت بفرشة كده أدهن وحدات الجلاش. أنا مش هسقيه، أنا هدهنه. ليه بقى؟ أنا عايزة كل واحدة من دول تطلع سليمة بحالها، أقدر أقطعها نصين وأنا بقدمها. كمان عايزاه ما يكونش طري زي الصينية، لا هو بيبقى حاجة كريسبي وهشة كده، وانت بتقطميه بيعمل صوت الخروشة دي. فهي بتبقى حاجة حلوة مميزة لولادنا، يعني حتى لو احنا ذوقنا في الأكل مش كده، أنا عاملاها عشان خاطر ولادي بيعجبهم قوي المعجنات الكريسبي.
على الفرن على درجة حرارة 200. كل حاجة مستوية. انا محتاجة الجلاش يهش ويقرمش كده ويطلع لنا الاصوات الحلوة. اخد بالظبط ربع ساعة وكان زي الفل زي ما انت شايفة كده. ده لو انت شايفة من الكاميرا يعني. هنطلعه بره دلوقتي ونشوف وندوق. بجد صينية حلوة بتشرف في التقديم. ممكن تقطعي كل واحدة 2 او ممكن تحطيه كده على الاطباق يعني. وكل واحد يقطع بالسكينة زي ما هو عايز. بتديني كمية حلوة قوي. دي لفة جلاش واحدة. شكلها بجد حلو وطعمها هيعجبك جدا جدا. الطعم مختلف لان الرول الملفوف ده بيخليكي وانت بتقطمي الجلاش بيديكي كده هش وكريسبي جدا. وبيعتبر تغيير. طبعا الجبنة بتمط وسايحة فظيعة يعني. طبعا طعم اللي انا عن نفسي بحب طعم الجبن قوي. عشان كده دايما لما بعمل اي معجنات بحط فيها الجبنة. طبعا انت ليكي مطلق الحرية في اي حشوة. بس صدقيني هيعجبك قوي. لما انتوا هتجربوها انتوا هتحكموا بنفسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.